واستهدفت أعمال العنف والتخريب والسلب التي قامت بها مجموعة من العصابات الملثمة خلال الليلة الماضية عددا من المؤسسات البنكية في كل النرجاب وتجروين والكاف والقصرين. هاجمت مجموعة من الشبان ليلة أمس مقر أحد البنوك بالزجاجات الحارقة، ولم تكتفي هذه المجموعة من العصابات المتخفية بإذرام النار واقتحام مبنى البنك، وإنما تولت كما تشير إليه الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة مركزة بكافة أرجاء البنك محاولة تهشيم الموزع الآلي وإتلافه والاستيلاء على الأموال الموجودة به. أيدي هذه العصابات الملثمة عبثت بمحتويات البنك، بل وتعمدت دون اعتبار المصالح الوطنية إتلاف كل ما طالته أيديهم من وثائق بنكية خاصة بالمواطنين، وتهشيم أجهزة الكمبيوتر والآلات الحاسبة وكافة التجهيزات الإدارية لهذه المؤسسة البنكية. فهذا الطفل الذي لم يتجاوز سن 20 اقتحم المبنى ودون وعي منه يسعى وكما تبرزه الكاميرا إلى الاستيلاء على ما قد تطاله يده من أموال، فيما تواصل المجموعة الملثمة عمليات السلب والتحطيم والعبث بمحتويات البنك التي هي ممتلكات عمومية. هكذا امتدت أيدي هذه المجموعات الملثمة والتي تفتقر إلى الحس الوطني وحس الانتماء إلى هذا الوطن لتلحق أضرارا جسيمة وخسائر مادية هامة بالممتلكات العمومية.